ساقعة وسهر يعني شوية حمص الشام أو حلبسة زي الفل. الطعم تحفة وبتدفي جدا وبتسخن الجسم جدا جدا. كمان صحية وفيها خضار كتير كده، بيتاكل بألف هنا. طعمها حلو قوي. تعالوا هنعملها بطريقة العربيات. من البيت هنعمل كمية كبيرة جدا وبأقل سعر. عايزة اقول لكم ان انا جبت شوية الحمص دول ب10 جنيه بس. نقعتهم قبلها بيوم، تنقعيهم 12 ساعة او 24 ساعة. هتحطي في مية النقع شوية ملح وشوية كمون، وتغيري عليه المية 3 4 مرات. بعد كده هنجيب في الخلاط جزراية وبصلاية و4 فصوص توم وطماطماية، ولو عندك فلفلاية عادي مفيش اي مشكلة. جربي بس الطريقة وهتدعيلي. هتحطي عليهم شوية مية وهتضربيهم جامد في الخلاط لحد ما ينعموا جدا جدا، زي ما هتشوفوا معايا كده. ما تستغربوش ان انا حاطه بصل، بس بجد الطعم في الاخر هيعجبكم جدا جدا. بعد كده بنكون مجهزين ميه على البوتاجاز. لو عايزه تصفي الخليط بتاعك دوت، انا هوريكي خطوتين. يا اما تصفيه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، انا هصفيه. بس صراحه هرجع احط تاني الحاجات اللي نزلت منه، يعني لقيتها رفيعه مش محتاجه تصفيه وبتبقى طعمها حلو وما بتبانش. وبعد كده بقوم منزله حمص الشام، وبحط التوابل عباره عن كزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا، ولو عايزه تحط الشطه من دلوقتي عادي مفيش اي مشكله. بعصر كده ليمونة، وكمان بحط 2 مكعب من المرقة. طبعا اي ريم بيطلع زي اي بقوليات كده بتبدأي تشيليه بالمعلقة. بعد كده هننزل معلقة من الصلصة الجاهزة، هتديكي لون حلو جدا وطعم كمان. عايزة اقولك الطماطم اللي ضربناها في الاول، يعني حطي طماطميتين مثلا كده كبار. وبعد كده حطيت اهوت مكعبين مرقة. لو عندك مرقة خضار هتبقى طعمها حلو جدا، مرقة فراخ عادي مفيش اي مشكلة. بشيل الريم زي ما انتوا شايفين كده، وبكده ما بيكملش معايا اي حاجة وبيستوي. ما بيبانش اي خضار اللي احنا حطيناه، ما بيبانش نهائي فيه، ويبقى طعمه حلو جدا جدا يا جماعة. جربوه بالطريقة ديت. مع طبعا لما بتيجوا تقدموه خلاص في النهاية، طبعا بتظبطوا الملح بتاعه وانتوا بتسووه. في النهاية بقى وانتوا بتقدموها تحط عليه شوية ليمون وشوية شطة، وبألف هنا وشفا. بجد هيعجبكم جدا جدا. جربوا الطريقة بسيطة جدا، وهتعملك كمية كبيرة جدا جدا ب10 جنيه حمص. هتشتريها من بره كيس واحد بس او كوباية واحدة بس حمص شام ب10 جنيه بس كده. دي كانت الطريقة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.